النهارده هنشوف ازاي بيتم توسعه ميدان سيدي بشر ترام والتحويلات المروريه الجديده اللي حصلت هناك علشان لو رحت هناك ما تتكعبلش وتبقى عارف السكه. وطبعا كلنا عارفين ليه سيدي بشر ترام بالذات بيتم تطويرها، ولو مش عارفين تعالى بقى علشان احكي لك الحكايه واقول لك التركايه. بس لو مهتم بكل اللي بيحصل في اسكندريه فده مكانك الصح. تقدروا تتابعوا صفحتكم تركايه وحكايه، وانا اخوكم مراد محمود، ويلا نبدا. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان ايقاف ترام الرمل خلاص على الابواب. متوقع يتم ايقاف ترام الرمل في اول شهر فبراير اللي جاي، يعني خلاص فاضل ايام. وتم الاعلان ان في خطه نقل بديله هيتم تنفيذها مع ايقاف ترام الرمل. جزء من الخطه دي ان في اتوبيسات تابعه لشركات خاصه هتبدا تشتغل على خط ترام الرمل ده علشان تنقل الركاب اللي كانوا بيعتمدوا في تحركاتهم بشكل يومي على ترام الرمل. ولما يجي بقى اتوبيسات جديده محتاجه طرق تمشي فيها، وعلشان كده سياده الفريق احمد خالد محافظ اسكندريه كان حريص انه يقوم باكتر من زياره في المكان هناك ولعدد ايام متتاليه. وجه سيادته وقتها بضروره ازاله الاشغالات اللي موجوده في الطريق، زي مثلا الاكشاك اللي كانت بتاخد حيز من الشارع، زي الجراشات العشوائيه اللي بتكون موجوده، زي سرعه الانتهاء من رصف الاماكن اللي محتاجه يتم رصفها في شارع عبد السلام عارف، ولو حضرتك ما تعرفش هو ده شارع الترام. كل دي اجراءات بيتم تنفيذها وهدفها الاساسي ان يتم توفير مساحه كبيره جدا في الشارع الاتوبيسات تقدر تمشي فيها وما تسببش زحام مروري مع العربيات اللي كانت اصلا ماشيه في نفس الطريق. وعلشان كده بنشوف الفيديو اللي بنعرضه لحضراتكم واللي بيوضح بعض الاجراءات اللي بيتم تنفيذها لتوسعه ميدان سيدي بشر ترام. اديني سبب واحد يخليك مكمل معانا الفيديو لحد دلوقتي ولسه ما دوستش لايك وتابعت الصفحه. كمان من ضمن الاجراءات ان دخلة السيوف ترام من سيدي بشر ترام اتقفلت، فبتدخل اجباري لخالد بن الوليد وما بتقدرش تلف تاني من على الترام علشان ترجع الإقبال لو كنت طالع على طريق الكورنيش. كمان في تواجد مروري مكثف في الاشاره اللي في بدايه خالد بن الوليد علشان يكون ليها حل. كل دي اجراءات بيتم تنفيذها تجهيزا لاستقبال وسائل النقل البديله لترام الرمل. اظن بقى كده عرفنا ايه حكايه كل اللي بيحصل في المكان ده، وعرفنا كمان السبب والتركايه اللي فيه. لو حابب تعرف كل حكايه وتركايه في اسكندريه فده مكانك الصح. تقدروا تتابعوا صفحتكم تركايه وحكايه، وانا اخوكم مراد محمود، وشكرا لكم.